قال لي انا ضحكت عليكي 24 ساعه قاعد في البيت، شوهني بكل الطرق. اهلا بيكم متابعينا متابعين برنامج لحظه ندم بقدمه لكم انا شيماء النقيب، وقصه جديده ولحظه جديده من لحظات الندم. ومتابعه للصفحه بعتة وبتقول انا متجوزه بقالي 5 شهور. في بدايه الجواز جوزي كان مفهمني انه عامل مشروع مع حد وانه بيدخل له فلوس من المشروع ده، وبعد فتره كان قاعد في البيت على طول وما بينزلش. قلت له انت مش بتنزل تشتغل ليه؟ قال لي انا ضحكت عليكي، انا باخد فلوس من ابويا مصروف بشكل شهري ومفيش اي مشاريع او اي حاجه انا شغال فيها. 24 ساعه قاعد في البيت وانا بشتغل وناجحه في شغلي. ابتديت اتضايق من قعدته في البيت، لان قعده الراجل في البيت فعلا بتجيب مشاكل كتيره وقصص كتير. ابتدى يضربني وابتدى يهني وابتدى يحصل بيني وبينه مشاكل كتيره قوي. رحت عند اهلي، جاء واخدني من عند امي وقال لي انه اتغير، ولما رجعت ابتدى يضربني تاني وبيسحب مني الموبايل ويخبيه ويهددني ويقول لي ما تكلميش مامتك ووالدتك. مامتي قلقت عليا وجت تشوفني، طردها من البيت. تعبت منه جدا وعملوا قعده كبيره وجم فيها عمامي وخلاني، واتفاجئت في القعده دي انه شوهني بكل الطرق. ما بتعرفش تطبخ، مش مرتاح معاها، مش مبسوط معاها، شكاكه، قال حاجات مش موجوده فيا. واهلي طبعا غلطوني ورجعت تاني عشت معاه. اهانه وضرب وشتيمه وطبع زي الزفت. واكتر حاجه الماني انه بيشوهني وبيقول كلام مش حقيقي عني، لدرجه ان انا صدقت الكلام اللي بيقولوا عليا. رجعت وعشت معاه تاني وقاعده معاه دلوقتي ومش عارفه اعمل ايه، اتطلق منه ولا اعمل ايه عشان يتغير واكمل معاه. عاوزه اقول لكم حاجه، بابايا متوفي وانا حاسه انه بيعمل كل ده معايا وجاي عليا عشان انا ماليش ظهر ولا ليا سند، وابويا ميت. قولوا لي اتصرف ازاي؟ عزيزتي المتابعه، انتي متزوجه من راجل طفل وغير مسؤول، بياخد المصروف من باباه، مش بيشتغل، بياكل بيشرب وعايش ناقصه بس في الحياه احتياجه الجنسي اللي بياخده عن طريقك ومن خلالك، وكمان احتياجه لانه يهين حد ويضرب حد ويقلل من حد عشان يحس انه ليه قيمه وليه وجود. اكمل معاه ولا اتطلق؟ ما ينفعش انا اللي اقول لك ده، ولكن ضرب واهانه وذل وكسره نفس وتشويه، وما زلتي بتسالي اكمل ولا لا. طبعا من القصه واضح ان مفيش اولاد ومفيش اطفال. انصحك انك تقعدي وتتكلمي معاه عشان بس الناس ما تقولش ان انا بحرض على الطلاق مره واثنين وثلاثه. واحب اقول لك ان الشخصيه اللي انت وصفتيها لو كان على حد وصفك ده حقيقي، صعب جدا تتغير، لانه اتربى ونبت على عدم المسؤوليه.